الإمام مالك، وكان يحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عليه. تخيل، هما كانوا يحدثون ليس كمساجدنا اليوم على الرمل، فالإمام مالك لدغته عقرب. نقولوا لدغته ونقولوا لا، شو اللي يقول لي؟ لسعته، لدغته. وش هي المشتقة تاعها؟ لدغته لدغته ولذعته، وما تصلحش نقولوا لذغته. إذا قلت لذغته، إذا كان واحد من الأئمة العربية قادر يهرب يخرج من المجلس. لدغته ولذعته ولسعته. فلدغته عقرب الإمام مالك، قال عبد الله بن المبارك فتلون وجهه. شكرا. ثم لدغته ثانية، قال فتلون، لدغته 3 مرات ولم يقم من المجلس. فلما أكمل الإمام المجلس قال له طلبة: يا إمام، رأينا منك اليوم شيء لم نره منك قط. قال: إنه لدغتني عقرب، وإجلالا لأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام لم أرد أن أقطع الكلام. لم يرد أن يقطع أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، لمن إجلالا وتعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يعظم الإمام مالك حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وكان لا يروي الأحاديث حتى يتوضأ، لا يتكلم بحديث النبي عليه الصلاة والسلام حتى يتوضأ، تعظيما وإجلالا لسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. وكان الإمام مالك يعرف عليه أنه يكره البدع والمحدثات يكرهه. وكان يقول الإمام مالك رحمه الله، كان يقول بيتا من أقواله: وخير أمور الدين ما كان سنة، وخير أمور الدين ما كان سنة، وشر الأمور ما كان محدثا من البدع. وخير أمور الدين ما كان سنة، وشر الأمور ما كان محدثا من البدع. وتعرفون القصة، دخل إليه أحد المعتزلة فقال: يا إمام، كيف استوى الله على العرش؟ الله عز وجل يقول في القرآن: الرحمن الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. قال: كيف استوى الله على العرش؟ فغضب الإمام مالك وقال: الاستواء معلوم في القرآن والسنة، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وإني أراك رجل ضال مبتدع فاخرج. وقلنا كان الإمام مالك رحمه الله يعظم النبي عليه الصلاة والسلام ويعظم سنته. لما كبر الإمام مالك وأصبح مفتي المدينة المنورة، في يوم من الأيام رأى رجلا يركب أكرمكم الله بغل ويجري في زقاق المدينة بهذا البغل، فقال: هذا يؤدب. يعني تخيل محبة وعظمة النبي عليه الصلاة والسلام عند الإمام مالك كيف كانت، الوين وصلت. قال: هذا يؤدب. قالوا: لماذا يا إمام؟ قال: يركض بهذا البغل في مدينة يرقد فيها النبي عليه الصلاة والسلام. فقالوا: هذا القاضي. قال: هذا أول من يؤدب. يعني تخيل، شوف العلماء وين وصلوا. قال: هذا يركض ببغلة في مدينة يرقد فيها النبي عليه الصلاة والسلام، من تعظيمه للنبي عليه الصلاة والسلام وتعظيم سنته. لهذا أصبحوا علماء وأصبحوا أئمة الدنيا
لن تكون إماما وعالما إلا إذا عظمت القرآن الكريم والله عز وجل وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، تكون إمام، تكون عالم. أما إذا كان القرآن والسنة لا تنظر فيها أصلا ولا تلتفت إليها أصلا ولا يهمك من شأنها شيء أبدا، تعظيم السنة وتعظيم القرآن وإجلال الله عز وجل وتعظيم النبي عليه الصلاة والسلام تكون لك الدرجة العليا والمكانة الرفيعة، ويكون لك الشرف والقدر. يرفع الله الذين آمنوا منكم الذين أوتوا العلم درجات. نسأل الله عز وجل يوفقنا لما فيه خير وصواب وعدل وحق، ونكمل بإذن الله سبحانه وتعالى في الجمعة القادمة سيرة هذا الإمام العظيم، ثم سيرة الإمام أحمد بن حنبل وأبو حنيفة والشافعي رحم الله كل أئمة الإسلام. عندنا جمع تبرع جمعية دينية مسجد أحمد حماني مشتري غيوة جنان. أحمد حماني ليش سبحان الله، احنا اليوم تكلمنا على أئمة. أحمد حماني من أكبر علماء الجزائر رحمه الله، وكان مفتي الجزائر. كثير منكم يعرف أحمد حماني، وهو من أهل السنة، يعني كان عالما بالسنة وكان يرد، وعنده كتاب عنوانه حكم الزردة والوعدة. هذا للشيخ أحمد حماني رحمه الله، حكم الزردة والوعدة. كان يرد على هؤلاء الذين يقومون بهذا الشرك، الزردة والوعدة دي شرك بالله عز وجل. فكان الإمام أحمد حماني يرد عليهم، وهم من علماء الجزائر الأجلاء رحمه الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بالله الواحد المنان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واسع الجود والكرم والإحسان، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله سيد ولد عدنان، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحابته الكرام السابقين بالإيمان والإحسان. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله، فإن في كلام العلماء النور، وفي كلام العلماء العلم والخير والبركة. قال الإمام العلامة العبقري كما يسميه أهل الأدب والعربية الخليل ابن أحمد الفراهيدي، الخليل ابن أحمد الفراهيدي العماني، وكان من عمان من الأردن، وهذا الرجل عبقري من العباقرة. هذا الرجل جهل وجبل من جبال الأدب والعربية، ويسميه علماء العربية العبقري. قال رحمه الله: أيامي 4 أيام. قال: أيامي في الدنيا 4 أيام لا غير. قال: وأما اليوم الأول قال فيوم فأخرج. قال: يوم أخرج فيه فألقى من هو أعلم مني فذلك يوم غنيمتي. قال: يوم أخرج فألقى من هو أعلم مني، قال: فذاك يوم غنيمتي. هذا يا عباد الله دليل أنك إذا وجدت عالما من العلماء أو وجدت إماما من الأئمة فاغتنمه للتعلم منه، واغتنم كما يقولون الفرصة لتتعلم منه، لتتزود به من العلم. اغتنم الفرصة لتوسع معلوماتك، اغتنم الفرصة لتكثر من زادك ولتثقل من زادك، كما قال سبحانه وتعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. قال: يوم أخرج فألقى من هو أعلم مني، قال: فذاك يوم غنيمتي. وهذا يوم الغنيمة، يوم الربح، يوم الفوز. إذا لقيت عالما وإماما من الأئمة فاعلم أن الفوز أتاك، واعلم بأن الغنيمة أتتك، واعلم بأن الربح أتاك، فاغتنم الفرصة. قال: ويوم أخرج فألقى من أنا أعلم منه. قال: أخرج فألقى من أنا أعلم منه، قال: فأعلمه فذاك يوم أجري. قال: فأعلمه فذاك يوم أجري. عباد الله، الإنسان إذا تعلم علما، إذا عرف مسألة، إذا حفظ آية، إذا حفظ حديثا فليعلمه الناس وليعلمه من لقاه. قال: فذاك أجري، فإن لك أجر. ونبينا عليه الصلاة والسلام قال: من سن سنة حسنة في الإسلام فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم الدين. فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم الدين. تخيل عبد الله أنك تعلم إنسان مسألة في العلم في الدين. تخيل عبد الله أنك تعلم رجلا كيف يصلي. تخيل عبد الله أنك تعلم رجلا كيف يتوضأ. تخيل أنك ترجع إنسانا من تارك للصلاة إلى مصلي. تخيل عبد الله أنك تعلم إنسانا كيف يصوم صوما صحيحا. تخيل أنك تعلم إنسانا مسألة علمية. قال صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه: فإن لك أجرها
وأجر من عمل بها إلى يوم الدين. أنت في قبرك وأنت مع الأموات وأنت قد رفع عنك القلم والأجر يصب عليك صبا. لماذا؟ بذاك العلم الذي تركته. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: كل عمل ينقطع، كل عمل يتوقف أجره، كل عمل تتوقف منفعته، كل عمل لا يصل إليك ثوابه، إلا ثلاثة أمور. قال: صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به. لهذا قال الإمام الخليل بن أحمد الفراهيدي: ويوم أخرج فألقى من أنا أعلم منه فأعلمه فذاك يوم أجري. فالأجر يبقى عباد الله، الأجر يبقى. إذا أردت أن يبقى لك الأجر والثواب وأنت في قبرك فعلم الناس. وقال صلى الله وسلم عليه: إن الحوت في قعر البحر، وإن النمل في الجحر، وإن ما بين السماء والأرض لا يصلون على معلم الناس الخير. تخيل، الحوت في البحر والنمل في الجحر وما بين السماء والأرض من سكان. قال عليه الصلاة والسلام: يصلون. ماذا معنى يصلون؟ أي يستغفرون ويطلبون المغفرة والرحمة من الله عز وجل للذي كان يعلم الناس الخير. إذا أردت الفوز، أردت النجاح، أردت الفلاح، أردت السعادة، أردت الرفعة، أردت المكانة، أردت الشرف، فعليك بالتعلم والتعليم. وقال صلى الله عليه وسلم: خير الناس قاطبة، خير الناس كلهم من هو؟ الذي يعلم الناس القرآن. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فصاحب العلم عباد الله يرفع عند الناس ويرفع عند الله سبحانه وتعالى. نسأل الله تعالى أن نكون منهم وأن يرزقنا الإخلاص والتوفيق والسداد. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين وأفضل الخلق أجمعين. صل اللهم وسلم عليه وعلى آله وصحابته الكرام وزوجته الطاهرات العفيفة إلى يوم الدين. عباد الله، يقول العلامة الخليل بن أحمد الفراهيدي العماني: يقول: أيام في الدنيا 4 أيام: يوم أخرج فألقى من هو خير مني فذاك يوم غنيمتي، ويوم أخرج فألقى من أنا أعلم منه فأعلمه فذاك يوم أجري، ويوم أخرج فألقى من هو مثلي فأدارسه فيذكرني فذاك يوم درسي. على يوم أخرج فألقى من هو أعلم مني فأتعلم منه فذلك يوم غنيمتي، ويوم أخرج فألقى من أنا أعلم منه فأعلمه فذاك يوم أجري، ويوم أخرج فألقى من أنا مثله فيذاكرني ويدرسني فذاك يوم درسي. اليوم الثالث عباد الله، أن الإنسان يجد من هو مثله في العلم فيتفاكرون ويتدارسون ويذكر بعضهم بعضا. ونبينا عليه الصلاة والسلام ماذا قال عباد الله؟ قال: خير عباد الله من إذا رأوا ذكر الله. خير عباد الله من إذا رأوا ذكر الله عز وجل.
هؤلاء هم خير العباد. بعض الناس إذا رأيتهم ماذا تتذكر؟ تتذكر الله عز وجل، وتتذكر الصلاة، تتذكر المسجد، تتذكر القرآن، تتذكر العلم. بعض الناس إذا رأيته تتذكر أنه إنسان محترم، أنه إنسان راقي، أنه إنسان متخلق متأدب. وبعض الناس والعياذ بالله إذا رأيته ماذا تتذكر؟ والعياذ بالله لا تتذكر إلا الشؤم، تتذكر سب الله والعياذ بالله، تتذكر المعاصي، تتذكر الفواحش، تتذكر الآثام، تتذكر شر الخلق والخليقة. قال ويوم أخرج فأجد من هو مثلي فيذكرني ويدارسني فذاك يوم درسي. وهذا دليل وحث على مصاحبة الأخيار، وهذا حث على مصاحبة الصالحين. روى النبي عليه الصلاة والسلام لما روى الحديث الذي رواه أنس بن مالك رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام يحشر المرء مع من أحب، يحشر المرء يوم القيامة مع من أحب. فقال أنس بن مالك خادم النبي عليه الصلاة والسلام قال ما فرحنا فرحا بحديث مثل فرحتنا بهذا الحديث. يحشر المرء مع من أحب. إذا كنت تحب الصالحين وتحب العلماء وتحب الأخيار الأطهار فإنك تحشر معهم، ولو لم تعمل بعملهم تحشر معهم بمحبتك لهم. وكما قيل كن من الأخيار فإن لم تستطع فتشبه بهم، أو كن من الكرام فإن لم تستطع فتشبه بهم، فإن التشبه بالكرام فلاح. وربنا عز وجل ماذا قال؟ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الأصحاب والأصدقاء يوم القيامة يوم الحساب يصبحون أعداء. من هم؟ الفجار الذين كانوا أصحابا على المعصية وكانوا أصدقاء على الفحش يكونون يوم القيامة أعداء إلا المتقين. تبقى صحبتهم وصداقتهم ومحبتهم حتى يوم الدين. وقال الإمام الخليل بن أحمد قال ويوم أخرج فألقى من هو دوني. يوم أخرج فألقى من هو أقل مني في العلم، من هو أقل مني في الأخلاق والتربية، من هو أقل مني في الثقافة والتعلم. ويوم أخرج فألقى من هو دوني وهو يرى أنه فوقي، وهو يرى أنه فوقي. قال فلا أكلمه وأجعله يوم راحتي، لا أكلمه وأجعله يوم راحتي. لأن بعض الناس وكما قيل رحم الله امرئا عرف قدر نفسه، رحم الله امرئا عرف قدر نفسه. بعض الناس لا يملك شيء من العلم، ولا يملك شيء من الثقافة، ولا يملك شيء من الرقي، ولا يملك شيء من الاحترام، ولا شيء من التحضر، لكن سبحان الله سفيه له وقاحة وله جرأة فيباري الأخيار ويباري الأطهار ويناقش العلماء والأئمة. ماذا قال الإمام الخليل بن أحمد؟ قال يوم أخرج فألقى من هو دوني أقل مني في العلم وهو يرى أنه فوقي، أنا فلا أكلمه، لا أكلمه أصلا، وأجعله يوم راحتي يوم أستريح فيه. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام من ترك المراء وهو سابق، من ترك الجدال وهو عالم، من ترك الجدال وهو يعلم،
قال عليه الصلاة والسلام: بنى له الله عز وجل بيتا في الجنة. بنى له الله عز وجل بيتا في الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليماري به العلماء وليجاري به السفهاء لم يذق رائحة الجنة والعلم. العلم عباد الله كما قال الإمام مالك رحمه الله: قال والله تعلمت العلم لنفسي. وقال الإمام أحمد رحمه الله بن حنبل: قالوا لماذا تعلمت العلم؟ قال: شيء أحببناه فتعلمناه. الإنسان لا يتعلم ليظهر نفسه أمام الناس. الإنسان لا يتعلم ليجادل السفهاء ويقيم عليهم الحجة. الإنسان يتعلم لينفع نفسه أولا ولينفع إخوانه الذين يريدون المنفعة والعلم. أسأل الله تعالى أن يجعلنا هداة مهديين ويوفقنا بطلب العلم والتعلم والعمل بما تعلمنا. نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما جهلنا وأن يذكرنا ما نسينا وأن يوفقنا للعمل بما تعلمنا وأن يرزقنا الإخلاص والسداد في القول والعمل. نسأل الله تعالى باسمه الحسنى وصفاته العلى أن يبيض وجوهنا يوم تبيض الوجوه وتسود الوجوه. نسأل الله تعالى أن لا يدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفره، ولا مريضا إلا شفاه، ولا ضالا إلا هداه، ولا طالبا لجنته إلا أدخله ونعمه، ولا مستعيذا من نار جهنم إلا أعاذه. نسأل الله تعالى أن يرحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارحمهم ونور عنهم قبورهم. اللهم وسع لهم في مضاجعهم. اللهم ارزقهم الكرم وارزقهم اللطف وارزقهم الرحمة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أفرشهم من فراش الجنة وأطعمهم من طعام الجنة وأسقهم من ماء الجنة وألبسهم من ثياب الجنة يا أرحم الراحمين. عباد الله، أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناها فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لم نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. والله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله
خير.